السلام عليكم، ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جايه لكم النهارده في فيديو جديد. هنبتدي تاني يوم بقى في الدايت. هنشرب كوبايتين ميه. تمام، اتمنى كده دعمكم كده باللايك والاشتراك. دي الكوبايه التانية، كوبايتين ميه كده قبل كل وجبه على الريق. شربنا ايه؟ كوبايتين ميه على الريق. تمام، وقبل وجبة الغدا برضه كوبايتين. معانا بقى ايه؟ نص ليمونة وربع كوباية بتاع عفوا ربع معلقة من الجنزبيل. طبعا احنا بنفطر الساعة كام؟ بنفطر الساعة 9 الصبح. ربع معلقة من الجنزبيل صغيرة. طبعا المشروب المفضل اللي هو اللي على الريق دوت ايه؟ جنزبيل بميه دافيه بنص ليمونه. تمام، يعلي الحرق. تمام، هنحط ميه دافيه ونعصر عليها النص الليمونه. اتمنى كده تدعميني كده باللايك والاشتراك كده بالقناه، عايزه كده القناه تكبر بيكي. وده كان الفيديو بتاعي النهارده، اتمنى كده يعجبكم. لو عجبك الفيديو دعميني كده باللايك والاشتراك بالقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجعت لحضراتكم تاني، هنبدا بقى الروتين مع بعض. جبت حاجات السلطه، خيار وفلفل وطماطم. تمام، ومعايا ايه؟ كيس فول. طبعا هفكه واحطه في الطاسه واحط عليه الليمون واحط الكمون والملح. تمام، بس كده. طبعا انا ايه؟ حطيت الفول اهو بسخنه، حطيت عليه شويه ميه. هحط الليمون بقى والكمون والملح. تمام، كم تاني دلوقتي هحط بقى شويه ملح. تمام، وهحط كمون برضو كده، ونحط نص الليمونه دي. نشيل البذر بس ايه. تمام، نقلبه كويس. وقطعت السلطه، احط عليها السلطه واكله بالمعلقه كده. تاكلي باي كميه. الرجيم ده لو عندك في جسمك ميه هينزل، لان في دهون في جسمنا وميه. تمام، تاخدي كيس فول كده تجيبيه من الراجل بتاع الفول وتحطي عليه السلطه وتاكليه بالمعلقه. افضل كتير من ايه؟ من ما تحطي عليه زيت. طبعا بيبقى صحي، ولا تحطي عليه زيت زيتون ولا حاجه. بس انا هنزل لكم طرق مختلفه عشان دي ايه اللي عايز يخس بسرعه يعني. تمام، قطعت السلطه بتاعتي، خيار وفلفل وطماطم والفول بتاعنا الجميل اهو. هحطه على السلطه. هات لحضراتكم تاني اهو بقى ايه؟ حطيت الفول على السلطه اهي. تمام، هتاكليه من غير بتاع ده عفوا بمعلقه، مش هتاكليه ايه بعيش سن. لو هتاكليه بعيش سن او نص رغيف، في طرق ان شاء الله انزلها لكم. اتمنى كده تدعميني كده باللايك والاشتراك كده، عايزه القناه تكبر بيكي. هفطر بقى وارجع لكم نشوف هنعمل ايه في الروتين. يا جماعه انا عملت بقى ايه؟ كوبايه الشاي، مصورتهاش معاكم بقى ايه عملتها بالنعناع ومعلقه سكر واحده. ده بعد الفطار كده بساعه بشرب كوبايه الشاي. تمام، او عايزه تشربيها قبل الفطار زي ما انت عايزه. وليا معلقه سكر تانية بعد الغدا ان شاء الله. هاخدها برضه بكوبايه شاي. اتمنى كده تدعميني كده باللايك، ويلا بينا نشوف هنكمل الروتين بتاعنا النهارده. تاني يوم في الدايت هنعمل ايه تاني. دلوقتي بقى ايه؟ قلت هتمشى شويه. تمام، برضو التعرض لإشعة الشمس بتبقى كويسة من الساعة 10 ل11 دي برضو. تمام، اتمنى كده لو اول مرة تشوفي القناة بتاعتي
ضغطي على كلمة اشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك اي جديد. طبعا مفيش احلى من ايه رياضة المشي حلوة. اتمنى كده تدعموني وارجع لحضراتكم تاني نكمل الروتين بتاعنا. خلاص جبت بقى ايه ب10 جنيه طماطم. تمام، وانا جايه من السوق جبت ب10 جنيه طماطم، وجبت الزبادي بقى ايه جبت 2 من الزبادي اللي هي جهينة لايت، واحدة ب9 جنيه. وارجع لحضراتكم تاني نكمل الروتين بتاعنا. لحضراتكم تاني دلوقتي بقى ايه هنعمل مع بعض الدبابيس بطريقة حلوة وسهلة تنفع للدايت والاكل العادي يعني. معايا 4 دبابيس، معايا شوية دقيق. طبعا ايه هحطهم في المحلول بتاع تنظيف الفراخ. حضراتكم تاني دلوقتي بقى هحط شوية دقيق. تمام، طبعا كده بعمل كده باللايك بالاشتراك كده بالقناة. طبعا ايه نحط نص الليمونه دي، وهنحط شويه ملح وشويه سكر عشان بينزل زفاره الدبابيس او الفراخ عموما يعني. كنت تاني شويه معايا شويه سكر شويه ملح. تمام، احط الدبابيس بتاعتي. بعد كده هنتبلها بطريقه حلوه كده وهنحطها في صينيه في الفرن. اتمنى كده لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي اضغطي على كلمة اشتراك وفعلي لي الجرس عشان يوصلك اي جديد انا بنزله في قناتي. تمام، بقى ايه معايا فاصوليا وكوسة. تمام، وقرن فلفل رومي كده هحطه معاهم، طماطمايه. طبعا الصلصة معايا، جزر معايا، ايه تاني معايا، بصلتين وتوم. هنعمل الخضار سوتيه زي بتاع امبارح برضك في الروتين. تمام، هقطعهم وارجع لحضراتكم. وهعمل دلوقتي بقى ايه كوبايه شاي اخضر. انا حطيت البراد عشان اعمل شاي اخضر. طبعا الشاي الاخضر هحطه من غير سكر. تمام، الاخضر خلاص هشربه وارجع لحضراتكم تاني. كنا انا قطعت الخضار وارجع لحضراتكم تاني نعمل مع بعض الروتين الغدا. رجعت لحضراتكم تاني دلوقتي بقى ايه احط الخضار بتاعي. تمام، في الصينيه واحط لها فلفل اسود وملح وبابريكا. تمام، عايزه تحطي بهارات فراخ زي ما انت عايزه عشان هتعمليه بالفراخ المره دي. وايه والفراخ بتاعتي انا ايه غسلتها. وهنتبلها ايه ببصلايه وشويه فلفل اسود وملح، وهنحطها على الخضار بتاعنا. اتمنى كده لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي اضغطي على كلمه اشتراك وفعلي لي الجرس عشان يوصلك اي جديد. هتبلها بالبصل بقى وشويه فلفل اسود وملح. ورجعت لحضراتكم تاني حطيت فلفل اسود بقى وملح ومعلقه زيت بالظبط من المعلقه دي. تمام، وحطيت معلقه صلصه وعليها شويه ميه بس كده. ده في طبق الخضار بتاعي. وطبعا ايه بشرت بصلايه. تمام، ومعايا الدبابيس هحط لها شويه ملح واحط لها ايه تاني هحط لها شويه فلفل اسود شويه ملح كده، وهدعك بيها الفراخ بتاعتي. اتمنى كده لو اول مره تشوفي القناه بتاعتي اضغطي على كلمه اشتراك وفعلي لي الجرس عشان يوصلك اي جديد. احط شويه فلفل اسود. هنتبل بيها الدبابيس بتاعتنا تتبيله حلوه، وهنحطها على الفراخ وهنحطها في الفرن تستوي بقى براحتها، وهنقدمها مع حضراتكم. اتمنى كده تدعميني كده باللايك عشان يوصلك اي جديد انا بنزله في قناتي. عايزه تحط لها طماطم زي ما انت عايزه، بس ايه انا طبعا ايه في طماطم في الخضار فمش عايزه اكتر طماطم قوي. دعميني كده باللايك عشان يوصلك اي جديد انا بنزله في قناتي. وهنزل لكم طرق جديده للاكلات برضو.
بس احنا ايه بقى، مش عايزين ايه نقلل شويه الايه الرز والمكرونات والحاجات دي، نستبدله بالخضار السوتيه او السلطه لحد ايه لما الوزن ايه يتظبط. تمام. اتمنى كده تدعموني. هحطها في الفرن وارجع لحضراتكم تاني في الفرن. تمام. عملت بقى ايه الخضار بالدبابيس اهي. تمام. ناخد بقى ايه شويه خضار كده. تمام. نعمل بقى كوبايه شاي. هنحط شاي. تمام. نعناع بقى وايه والشاي. هناخد السكر بقى كده، ناخد معلقه. اتمنى كده تدعميني كده باللايك. ناخد معلقه بقى من السكر. هنصب الشاي بقى. اتمنى كده دعمك كده باللايك. تمام. هشرب الشاي وارجع لحضراتكم بعد شويه بقى ايه على وجبه ايه العشاء ان شاء الله. لحضراتكم تاني دلوقتي حضرت بقى العشاء. معايا تفاحيه وكوبايه زبادي. هقطع التفاحيه وارجع لكم. ايه قطعت التفاحيه وهحط كوبايه الزبادي عليها واقلبها. دي وجبه العشاء بتاعتي، التفاح بالزبادي. هتعشى وارجع لحضراتكم تاني. خلاص بقى ايه اتعشيت الفاكهه والايه والزبادي. هشرب شاي اخضر. تمام. من غير سكر قبل النوم على طول. تمام. واحلى حاجه الصحيان بدري والنوم بدري والصحيان بدري. تمام. ارجع لحضراتكم تاني. الميه غليت. احط بقى ايه الميه. تمام. طبعا شرب ايه كوبايتين ميه قبل كل وجبه. تمام. عايزه تشربيهم مره واحده 3 لتر اشربيهم ميه من الحنفيه عادي او ميه ساقعه زي ما انت عايزه، بس الحنفيه افضل. تمام. ده كان الفيديو بتاعي النهارده البسيط، تاني يوم دايت. اتمنى كده الفيديو يعجبك. لو عجبك الفيديو دعميني كده باللايك والاشتراك بالقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.